صباح الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في مكان جديد. لما تيجي الماطي كازاخستان في ناس بتروح الاماكن العاديه، شارع ارباط، بحيره كورساي، بس النهارده تجربه جديده في جبال أسا. تعالوا نشوف. تقع هضبة أسا على بعد 100 كيلو جنوب مدينة الماطي في كازاخستان. هضبة أسا تابعة لمجموعة جبال اسمها جبال ألاتاو، على ارتفاع يتراوح من 2200 ل 2700 متر فوق مستوى سطح البحر. زمان كانت الهضبة دي نقطة عبور قوافل التجارة من أوروبا وآسيا الوسطى للصين والهند، وعشان المكان مرتفع بدرجة كبيرة عاملين عليه مرصد اسمه مرصد تورجين بيستخدموه في الأرصاد، كمان مرعى صيفي لرعي الأغنام في الصيف، ومنطقة سياحية للتخييم وجذب السياح. والرحلة كانت مدتها يوم واحد، تابع لإحدى شركات السياحة هنا في كازاخستان. بداية البرنامج زيارة لمضيق تورجين اللي فيه 7 شلالات، زرنا منهم واحد اسمه شلال الدب. يقال إن الدببة كانت بتطلع تشرب من الشلال ده. وده سيلفي علشان الناس في المنطقة عندي فاكرين الصور فوتوشوب. وصلنا الهضبة قبل المغرب بشوية، نصبنا الخيم، بعدين صليت الظهر والعصر. بعدها بدأت الناس تجهز للغدا، وناس بتلعب شد الحبل، وناس بتحكي مع بعضها، وناس بتتعرف على بعض لغاية ما وقت الغدا جه. أنا طبعا لعبت معاهم، يعني شد الحبل، ولعبت مرة وكسبت، ولعبت مرة تاني وكسبت. قالوا لي تعالى ألعب تالت مرة، قلت لهم لا، أنا مش جاي أفرهد هنا. رحت ركنت على الخيمة بتاعتي أزقز لب لحد ما وقت الغدا جه. Начали! Все, стоп! Брат, проигравшие команды туда все! Проигравшие! وهنا وانا عامل نفسي محترم وابن ناس، وانا باخد الاكل وكل خجل. Вода, где вода? Да, кидай. بعد الغدا كانوا عملوا زي مسرح كده صغير، وكان في شاب محترم بيعزف بالجيتار، وقعدت شوية. طبعا انا مش فاهم حاجة، بس ايه يعني نتبسط زي ما الناس بتتبسط. بعدين اشتغلت اغاني والناس بدأت ترقص. دي الرقصة التقليدية لبلاد ما وراء النهر. يمكن رقصة تستغربها شوية، ولكن هي مشهورة جدا في دول كتير.
بعدين حطوا بروجيكتور وشغلوا فيلم. انا طبعا برضو مش فاهم فيه حاجه، ولكن عمري ما حضرت سينما على ارتفاع 2700 متر مفيش غير ضوء القمر، فكنت قاعد برضو مستمتع، مش فاهم حاجه بس برضو مستمتع. وده منظر الشروق تاني يوم الصبح. صباح الخير. هنا بنجهز علشان ماشيين، خلاص لمينا الخيل وبنحطهم على العربيات وبعدين نتوكل على الله ننزل على الماتش تاني. Мой милый друг, не надо грустить, нас раньше срока не отпустят. И спи, пусть тебе приснится. مني خليك وياي وهمي ودوب في عيني بتعيش لو اقول لك اني بحبك الحب شوية ليه؟ لو ثانية ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. يلا يلا حبيبي. وده قطيع من الخيول كبير جدا وشفناه واحنا في طريق العودة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل شير للفيديو.